طيب الجزئية اللي بعد كده رقم 4 وهي ضرب الكسور، ضرب كسر في كسر. 1/2 في 3/2. برضو لازم نتعلمها يدويا عشان لو انت بتضرب رموز. قال لك بكل بساطة يا سيدي هنضرب البسط ده في البسط ده. خلاص كده، والمقام ده في المقام ده، بس تبقى خلصت. يبقى فوق هنضرب 1/3. أنا معاك واحدة واحدة. تحت هنضرب كام؟ 2/2. يبقى أنت عندك كده فوق 1/3، 3 تحت 2/2 ب4، يبقى كده الناتج 3/4 اللي هي طبعا 75% يعني. خلاص يا شباب أهو 75%. طيب تعالى هنا برضه نفس الكلام، كسر مضروب في كسر، برضه تضرب بسط في بسط، وتحت مقام في ايه؟ مقام في المقام. طيب يبقى كده فوق 6/7، تحت 5 في كام؟ 5/3. فوق 6/7 طبعا ب 42، تحت 3/5 بكام؟ 15. خلاص؟ ممكن تختصرها بالآلة بقى. طيب الجزئية رقم 5 في الكورس بتاعنا هي ضرب عدد في كسر. ركز، هنا خدنا ضرب كسر في كسر. طب لو انا بقى بضرب عدد في كسر بقى، زي مثلا 5، عندنا مثالين اهو. 5 مضروبة في 2/3. ركز كده، عشان بلاقي ناس كتير برضو بتغلط في الحتة اللي هي البسيطة دي. الاقي ناس بتضرب الخمسة في الاتنين وترجع تضربها تاني في التلاتة. طبعا غلط. لا، العدد يا شباب اللي بره ده، ركز، بينضرب في البسط فقط. بينضرب في ايه؟ في البسط فقط. ليه؟ لان اي عدد اي عدد كده لوحده المقام بتاعه يعتبر بواحد. خلاص. فانت تضرب برضه بسط في بسط ومقام في مقام، ف5 في 2 اهو، يبقى انت تضرب الخمسه في الاتنين بس. تحت بقى مقام يعتبر واحد، 1 في 3 بكام؟ ب3. يبقى انت كانك ضربت العدد فين؟ في البسط فقط. يبقى كده انت عندك 2 في 5 ب10، تحت كام؟ تحت 3. خلاص يا شباب. 10 اللي هي 10/3 طبعا، اللي هي فيها كام؟ فيها 3 وتلاتات كتير كده. طيب اللي بعده، المثال اللي بعده برضه هنا 6 مضروبة في مين؟ مضروبة في 3/4. برضه هنضرب ال6 في مين؟ في البسط فقط، يعني هتنضرب في التلاتة بس، مش هتنضرب مرة في التلاتة وبعدين نرجع نضربها في الأربعة في المقام، لا تضربها في البسط بس. يبقى كده أنت عندك فوق اهوت 6 في 3، تحت كام؟ تحت 4. طبعا 3 في 6 ب 18، تحت 4، يبقى كده الناتج 4.5. خلاص؟ طيب الجزئية رقم 6 اسم عدد على كسر. خلاص؟ ضربنا عدد في كسر، تعالى بقى نقسم عدد على كسر بقى، وبعد كده نرجع نقسم كسر على عدد. واحدة واحدة كده، ركز معايا. بسم الله. اسمة عدد على كسر. عندنا مثال اهو، 5 دي عدد لوحده مقسوم على كسر. الكسر اللي هو مين؟ اللي هو 2/3. بكل بساطة يا سيدي مقام المقام يطلع ينضرب في البسط. خلاص؟ يعني الخمسة فوق زي ما هي، التلاتة ديت مقام المقام. بص، المقام عبارة عن 2 على التلاتة، يبقى المقام هو اللي كسر. مقام المقام اللي هي التلاتة يعني تطلع تنضرب فوق في البسط، وتحت مين؟ المقام بتاعنا اللي هو 2 زي ما هو. يبقى انت عندك كده فوق 3 في 5 ب 15 على 2 فيها طبعا 7.5. خلاص يا حضرات. برضه مثال كمان اهو، بص كده، برضه الأربعة مقام المقام تطلع تنضرب في البسط، يبقى كده 6 في 4 وتحت كام؟ 3 زي ما هي. خلاص كده. يبقى 4 في 6، طبعا 4 في 6 ب24، وتحت كام؟ 3. خلاص يا حضرات. طيب بعد كده ندخل على الجزئية رقم 7. ركز بقى معايا، اسم كسر على عدد. ناس كتير بقى بتغلط في دي. بص يا سيدي، احنا لما قسمنا هنا عدد على كسر عملنا ايه؟ قلنا مقام المقام يطلع بسط. هنا في ناس بيفكروا دي زي دي، بيقول لك برضه هنا الاتنين دي مقام المقام تطلع تنضرب في البسط، تطلع تنضرب في التلاتة. غلط طبعا. امال ايه اللي هيحصل؟ يا حبيبي البسط هو اللي عبارة عن بسط ومقام صغيرين، فانت هنا بقى بنعمل ايه؟ قال لك مقام البسط بينزل ينضرب في المقام. مقام البسط اللي هي الخمسة. الخمسة دي مقام البسط اللي فوق ده، والبسط عبارة عن 3/5. مقامه مين؟ مقامه 5. مقام البسط ينزل ينضرب تحت في المقام، يعني التلاتة فوق زي ما هي، تحت الاتنين الخمسة تنزل تنضرب معاها. شفت بقى؟ يبقى دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. يبقى كده فوق 3 وتحت 2 في 5 طبعا بكام؟ ب10. 3 على 10 اللي هي كام؟ 3 طبعا من 10. خلاص؟ طيب دي برضه نفس الكلام. البسط هنا عبارة عن 5/6 والمقام 3. خلاص المقام 3 زي ما هو. طب وال5/6 ده بسط على بعضه، مقامه 6. مقام البسط ينزل ينضرب في المقام، يبقى ال6 تنزل تنضرب تحت والخمسة فوق زي ما هي. خلاص يبقى كده 5 فوق، تحت طبعا 3 في 6 بكام؟ ب 18. طيب تعالى بقى اسم كسر على كسر. هنا بقى
الخطوة أو الجزئية رقم 6 و7 هنعملهم الاتنين مع بعض بقى. أنا بقسم كسر على كسر، يبقى خد بالك هنا عندك شرطة كسر كبيرة أهي، وفوق في البسط في شرطة كسر، والبسط عبارة عن 2 على 3. تحت في المقام برضو في شرطة كسر، والمقام عبارة عن 5 على 6. هنا يلا نعمل الخطوتين مع بعض بقى. أول خطوة مقام المقام يطلع ينضرب في البسط اللي هي 6، مقام المقام تطلع تنضرب في البسط اللي فوق خالص. طب والتلاتة مقام البسط ينزل تنضرب تحت في المقام، يعني تنزل تنضرب في الخمسة اللي تحت. يبقى انت بص بقى، كان عندك فوق 2 مقام 6 تطلع تنضرب معاها خلاص. تحت كان عندك 5، التلاتة مقام البسط تنزل تنضرب مع الخمسة. يبقى 2 في 6 ب12، تحت 3 في 5 بكام؟ 15. يبقى ده الناتج خلاص. مثال كمان اهو، بص وانا مغمض اهو، السبعة مقام المقام تطلع تنضرب في البسط ان شاء الله باص كده، والاربعه مقام البسط تنزل تنضرب فين؟ في المقام. يبقى انت عندك كده فوق كان في 3، السبعه تنزل تطلع تنضرب معاها خلاص. تحت كان في 2، الاربعه تنزل تنضرب معاها. يبقى الموضوع بسيط خالص اهو. 3 في 7 ب21، تحت 2 في 4 بكام؟ 2 في 4 ب8 خلاص يا حضرات. وده برضه الايه؟ الناتج بتاعنا.